السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا حاج؟ ازيك يا دنيا؟ ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ اتصلت بالدكتور مجدي ولا لسه؟ اتصلت بيه بس مشغول. هو ابوك عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن شويه. اهلا اهلا. ازيك يا حاج؟ عامل ايه يا حاج؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا حاج؟ ازيك يا عمر؟ اهلا يا حاج اتفضل. عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا اشرف؟ الحمد لله يا حاج نحمد الله. عامل ايه يا عمر؟ الحمد لله يا حاج الحمد لله. مالكوا يا اشرف في ايه؟ مفيش حاجة يا حاج. مفيش يا حاج مفيش حاجة، احنا جايين نطمن عليك ونشوفك كده انت عامل ايه وازاي صحتك. الله يخليك يا حبيبي. ده ابن بركه يا حبيبي. الله يخليك. وانت عامل ايه يا عمر؟ الحمد لله حبيبي الحمد لله يا حاج. ازاي القهوه دلوقتي عامله ايه؟ احسن الحمد لله الامور تمام. طمن متكل على الله وعليك يا عمر. طمن يا حاج ما تقلقش. نورتنا يا استاذ اشرف. الله يخليك الله يخليك. حبيبي يا اشرف. جايين نطمن عليك يا حاج. الحمد لله يا اشرف. انا كنت فين يا ابني وبقيت فين؟ الحمد لله يا حاج الحمد لله. وبعدين انا بعت اجيب الدكتور مجدي عشان نطمن عليه. انت عارف يا ابني انا ما بحبش الدكاتره. اللي تشوفه يا حاج اللي تشوفه يا حاج. ماشي يا حبيبي. يا سميحه نعم يا حاج. خد البنات انت وخش جوه عشان عاوز اشرف وعمر في حاجه مهمه. حاضر يا حاج. تعالوا يا بنات معايا. حاضر حاضر. بص يا اولاد، وصيتي ليكم النهارده ان تخلي بالكم من امكم وخصوصا البنات، ونفسي ما تخلوش عايزين اي حاجه. هو في ايه يا حاج؟ وحد الله كده وحد الله كده. ربنا يديك الصحة تفرح بيهم وتجوزهم ويبقوا عرايس قد الدنيا. اسمع يا اشرف، علشان ما بقاش في وقت للكلام ده يا ابني. ايه الكلام ده يا حاج؟ ما تقلقناش عليك. بص يا اشرف، ابوك ليه حساب في البنك 15 مليون جنيه، ده غير القهوة والسوبر ماركت والبيت. الحمد لله كله بالحلال يا ابني. احنا ما نعرفش غير البيت والقهوه والسوبر ماركت. اول مره نسمع عن ال 15 مليون جنيه.